مساء النور. مع وصفة اليوم راح ندير شارك عريان، وصفة اقتصادية، والأهم من ذلك بنينة. تابعوا معايا المقادير. هنا عندي 250 جرام تاع المارغرين، نص كاس تاع السكر، نص كاس تاع المزهر واني، وبيض. وهنا عندي لاموند فيلي، وعندي شوية تاع الجوز اللي راح نحشي به. يعني أبدلت، يعني مانيش راح ندير كاوكاو، وراح نلمو لاباط بالفارينة. أنا راح نخدم المارغرين تاعي مع نص كاس تاع السكر، راح نخدمهم مليح، يعني حتى تذوب شوية الزبدة والسكر يتخلط مليح. يعني هذه الوصفة ما تحتاجش لا باتور لا والو، يعني بيدك برك. هنا بعد ما خلطها مليح راح نضيف بيضة كاملة، وراح نزيد لها اللافاني. انا هنا راني يعني نقطع في الفيديو، نخدم ونعاود نرجع هكذا باش ما يجيش الفيديو طويل. خلطهم مليح كيما راكم تشوفوا، وراح نضيف عليهم نص كاس تاع المزهر. هنا المزهر تاعي يعني مليح وريحته قوية، يعني من النوعية الجيدة، هو اللي راح يعطينا طعمة وريحة لهذا القاطو. هنا لازم نخلطوه مليح حتى يدخل المزهر مع الزبدة والسكر، يعني ما يبقاش يعني سائل وحده. شوفوا هنا كيف تجانس القوام، يعني سهلة وخفيفة، وفي آخر لحظة تقدري توجديها. هنا راح نبدأ نلم في الخليط بالفارينة. هنا ما يحتاجش اني ندير الخميرة. هنا كما راكم تشوفوا راني نضيف الفارينة يعني تدريجيا ونلم حتى نتحصل على عجينة بهذا الشكل. خليها جانبا ونروح للحشو. نروح نرحي يعني الجوز تاعي، ضفت له مغرف كبيرة تاع الزبدة، وزدت له الزيت. هنا الجوز راني كيلته، جات 3 كيلات، راح نزيد لهم نص كيلة تاع السكر، يعني بنفس الكيلة كيلت، وراح نلمهم بشوية ما زهر. انا بعد ما كركبت يعني الحلوى تاعي كامل، حطيتها عجنب بنسهل على روحي الخدمة. وهنا راح نبسطها بهذه الطريقة، ونحط فيها الحشو، وراح نشكل حبة تشارك. يعني عجينة وتحشيها يعني خدمة، يعني طريقة سهلة، ما كانش اللي ما يعرفهاش. انا راح نشكلها مليح حبة التشارك تاعي، نعطيها لافورم. واش راح ندير؟ راح ندهنها بشوية تاع البيض. هنا انا درت بيضة كاملة، انا جتني الفكرة هذه احسن، خير من ندير البيض وحده. وهنا راح نرمدها في اللوز هذا الفيلي، ونحطهم في سنيوة كيما راكم تشوفوا. انا طيبتهم من تحت، ومن بعد شعلت عليهم شوية برك من الفوق، يعني ما يدوش معاك الوقت لا في الخدمة ولا في الطياب. يعني هذا الكونتيتي طيحت لي 32 حبة. هامليك الحبة تاعي من بعد ما طابوا، انا حبيت يعني نغير في الشكل، درت لهم مرشة خفيفة من يعني سكر جلاس،
كيما يقعد اختياري، كيما تقدروا تخلوه يعني عريان بلا ما تزيدوله حتى إضافة. يعني صدقوني جا ذايب وريحة المزهر فيه تعبق، ويعني والحشو صراحةً جا خير من الكاوكاو، يعني الجوز عطاه طراوة أكثر. هذه كانت حلوتي لنهار اليوم، إن شاء الله تعجبكم وتجربوها، ونقول لكم إلى اللقاء.